نذكر الجميع بقول رسولنا الكريم: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. والمقصود هنا بالحمل أخو الزوج وابن عم الزوج وكل قريب تمكنه قرابته من الدخول على النساء، فلا يتماثل أخ الزوج بالأخ، ولا يتماثل ابن العم بالعم، ولا يتماثل ابن الخال بالخال، لأنه من وراء تلك التمثيلات تظهر المشكلات إلى حدوث المضيقات. ولتحذروا الاختلاط، فواجب أن يكون مشروطا محدودا مكفول بالمتابعة والمراقبة وقلة المخاطبة إلا في الحاجات الملحة، وعلى قدر تلك الحاجات يكون الاختلاط. سيد الرئيس، وهذا كان حديثنا للمجتمع. أما المتهمين فقد جاوزت أفعالهما ما يجعلهما يرجوان صفحا أو ودا، فلم يتركا ثمرة إثم إلا وقطفاها، ولا أرض ضلال إلا زرعاها وسقياها، ولا وليدة ذنب إلا رعاياها ودللاها. وكأن الشيطان جمع كل معاصيه المنشودة من البشر، ورمى كل منهما بها وبها كيله، غوى كل منهما وأثمله، أفسد روح كل منهما وأثكله. فقد أمرهما الشيطان فأمضيا، أزهق الدم والروح أفنيا، ما ترك ما يشفع لهما من رحمة ولا أبقيا. فنأمل أن يكون في عنقيهما ما تروى به حبال المشرقة. إني الآن لا أرى أن المستمعين لفجور المتهمين قد اشمأزوا، وأن الحاضرين من هول الجرم قد اهتزوا، وأرى روح القتيل بيننا ترفرف وتدنو، تطوف بتلك القاعة وتدلو، وكلما رأتنا ننادي القصاص تستريح وترجو. فأريحوها وأريحونا بحكمكم حتى تحلق راية العدل وتعلو. أما النيابة العامة فهي مهدية وهدت، أقامت سنن العدل وأماتت بدع الظلم فما أمهلت، ما ضلت ولا في يوم ضلت، أنارت دروب الحق وهدمت أصنام الغرب، مضت في سبيل الحق فما سبقت، وأصرت على إعلاء الإنصاف وما رجعت، رضيت الخلائق وامسخطت، رجالها منارة الغوث وسحائب الغيث، ما غفلوا عن باطل ولا مبطلين، ولا سكتوا عن ظلم أو حق مظلومين. النيابة العامة هي قوس الحق وكنانته وسهمه، هي جنات العدل وشجره وثمره، هي صنوان الإنصاف وبناه وركنه، هي كتاب العفة وسطوره ومتنه. وقد جئنا اليوم إلى معلمينا ومنصفينا قضاة مصر، فهم زمام الأمور ونظام الحقوق وقوامي الحدود، وهم حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده. بهم ينتصر المظلومون وينقبع بهم الظالمون ويأمن الخائفون. فيا أهل الحق، قد وجب علينا القصاص لنحق، وآن لساعات العدل أن تشرق وتدق. واحات عدلكم هي دليلنا في كتب صحراء الإثم، فلا نرى لهؤلاء إلا القصاص حتى وإن أردنا أن نعفو أو نرق. فهما شقيان كرمهما الله كباقي خلقه أحرارا، فقدما للشيطان فروض الإذعان والرق. فاعدموهما بحق كل قطرة دم روت أرض هذا الوطن من دماء الأبرياء، وبحق كل دمعة سكبها الأيتام فيها على الآباء، وبحق كل جرح في صدور الأمهات على الأبناء. أستحلفكم أن تطهرونا من هذا البلاء، وأن تحمونا من دنس الخونة العملاء، وأن تجتثوا منا كل صانع للبغاء. فبلادنا براء من هذا الانهيار الأخلاقي، فحري بنا ونحن نمثل هذا المجتمع المصري أن نناشدكم القصاص. فبقدر ما اقترفاه من بغاء بقدر ما يجب أن يلقياه من سخاء في الجزاء. وآخر حديثي دائما في موضعي هذا قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شكرا سيد الرئيس.